السلام عليكم. النهارده هنشرح مع بعض الموبايل قوي جدا من جي تايد اس 5. طبعا جي تايد زي ما احنا عارفين انها شركه صينيه، وفي ناس كتير بتخاف تستخدم منتجاتها، خصوصا ان المنتج دوت كان على سوقكم، على موقع سوقكم، بس لو هتجيبه من التوكيل بيزيد 100 جنيه. طبعا احنا مش هنتكلم عن الموبايل زي ناس كتير ما عملت مراجعات وتقييم للموبايل، هتبقى عمليه سريعه ان احنا جربنا الموبايل مره وجربنا الموبايل مره وخلاص. لا، احنا هنجيب الموبايل ونجربه، وكل اسبوع هنقول ايه عيوب الموبايل وايه المميزات اللي فيه. طبعا زي ما احنا شايفين لسه موجود فيها اهوت، دي علبه سوكوم زي ما احنا شايفين. نفتحها دلوقتي ونشوف ايه اللي موجود جواها. طبعا نفتحها. دي شهادة الضمان. طبعا وهنا بيقول لي مواصفات الموبايل ايه، اللي هو جي تايد 5.5 انش و16 جيجا و2 جيجا رام، وطبعا زي ما احنا عارفين انه ثماني النواه. طبعا الموبايل سعره رخيص جدا بالنسبه لامكانياته. طبعا نفتح كده واحده واحده نشوف ايه اللي موجود في الموبايل. طبعا دي علبه الموبايل زي ما احنا شايفين. هو بيقول لي ان في عصايه سيلفي هديه، سيلفي ستيك. هنفتح ونبص كده محتويات العلبه. شايفين عصايه السيلفي. تمام. عن طريقها ممكن نصور بيها. العصاية موجودة مكتوب عليها جي تايد. تمام، جي تايد. دي زي ما احنا شفنا برضه العصاية. ده الحامل طبعا بتاع العصاية. نيجي بقى للجهاز جي تايد اس 5. دي العلبة بتاعته. تمام. هنا طبعا برضه بيقول لك تعريف ايه الجهاز. طبعا احنا مالناش دعوة بالكلام ده، لأن مش تفرق كتير، شروحات كتير اتعملت عن الكلام ده. حاول نفتح العلبة مع بعض. نيجي في الأول شهادة الضمان بتاعة الموبايل. الضمان طبعا 12 شهر مسافر المطلوب، ضمان جي تايد. تمام. نيجي بقى الموبايل المعجزة، الموبايل الجميل صاحب الكاميرا الكبيرة. نبدأ نشوف الموبايل. نشوف الأول محتويات العلبة. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض الشاحن، البطارية بتاعت الموبايل، كفر موبايل الهدية، كفر شفاف بلاستيك. طبعا الهاند فري، بس العيب الوحيد في الهاند فري ان السلك سمكه قليل جدا. طبعا دي مشكلة مش اليو اس بي بتاع الموبايل. نيجي بقى للموبايل. طبعا احنا شايفين الموبايل بيجي معاه ستيكر الحماية. طبعا دي كده سمك الموبايل، حجمه. طبعا مش هنشرح بقى الشروحات اللي اتشرحت قبل كده، السماعة خلفية، الكلام دوت. احنا عايزين نشوف أكتر من كده. نيجي نفتح الموبايل.
طبعا خامة الموبايل زي ما احنا شايفين خامة جيدة. تمام، دي بطارية الجهاز. احنا بنفتح الموبايل. طبعا انا بشيل الاستيكر ديت وبجيب الاستيكر التانية وبصورها برضه وأوريها لحضراتكم. طبعا هنا بيقول لك ان الموبايل اندرويد 442 وحجم الموبايل 5.5 انش، والبروسيسور 1.4 جيجا هرتز، ثواني النواة، 13 ميجا بايت اتش دي. طبعا هو هنا بيقول اختار اللغة ايه، انجلش، كورتكس، والكاميرا 13 ميجا. طبعا هو هنا بيقول اختار اللغة ايه، انجلش، نشوف العربية موجودة اهي. تمام، ادخل خطي، بيبحث على شبكة الواي فاي خطي. طبعا هو عايز يتأكد ان البرنامج محدثة، نعمل لها تخطي. احنا بنتأكد من شبكة الواي فاي. طبعا احنا عايزين نعمل تخطي دي. بعد ما نتعلم ان شاء الله سيتم تجميع بياناتها. تمام، احنا شايفين دي الواجهة بتاعت الجهاز. الجهاز زي ما احنا شايفين سريع جدا ما شاء الله. احنا كده خلاص هيتبقى خلصنا الشرح بتاعنا. انا بس الفكرة كلها كنت عايز اوري الناس ايه الجهاز دوت، وهنبتدي نجربه على حتى اللمس بتاعه ممتاز زي ما احنا شايفين كده. احنا دخلنا على واجهة البرنامج، الصفحة الأساسية. طبعا الموبايل زي ما احنا شايفين سريع جدا، اللمس بتاعه ممتاز من جميع الزوايا. طبعا الموبايل ده تحت التجربة، نجربه مرة واثنين وثلاثة ونشوف ايه درجة الصوت بتاعه. هنا مش هغير صوت، بس هنلعب صابوي. طبعا الجهاز زي ما احنا عارفين يقدر يشغل ألعاب بقوة قوية أكتر من أي موبايل تاني. طبعا صورة الجهاز زي ما احنا شايفين سرعة ممتازة.
موبايل ممتاز. طبعا احنا عايزين نطلب. ده الفيديو التاني لينا بعد ما ركبنا السكرين الازاز عشان نحمي الموبايل. طبعا زي ما احنا شايفين الموبايل جي تايب اس 5 تمام. طبعا الجهاز ده احنا في اليومين اللي جايين دول هننفخه شغل عشان نشوف ايه عيوبه. كل ما يظهر قدامنا عيب هنظهره. طبعا اللي انا شايفه في الموبايل من ساعه ما استخدمته انه سريع جدا، اداؤه كويس جدا. دي السكرين القديمه زي ما احنا شايفين، كانت 2 سكرين فوق بعض. طبعا دي بتاعت الشركه، ودي السكرين الشفافه. لسه ما نصحتهمش بيها لانها مش هتستحمل خدوش وممكن تعلم اي حاجه في الشارع بسهوله. دي كانت فيها اللي بتقول الامكانيات الجهازيه. طبعا الجهاز زي ما احنا شايفين الواجهه بتاعته، ممكن نخش جوه على القايمه زي ما احنا شايفين. هي التطبيقات اللي ممكن نستخدمها مثلا زي النت، فيسبوك، دي المفروض انها بتستهلك كتير اوي من امكانيات الجهاز. طبعا انا هفتح الموبايل على السريع قدامكم. هكتب بقى الباسورد اللي خلص كده. أولا تحرك من الوقت والتاريخ لديك. هنظبط الوقت والتاريخ. خش على الخلاص. طبعا زي ما احنا شايفين انا نزلت اشتريت السكرين الازاز. حاولنا نوفق سكرين الازاز على الموبايل. طبعا الموبايل ما فيهوش سكرين زي ما انتم شايفين، بتاعته لسه ما نزلتش. قدرنا نوفق سكرينه وشغاله تمام، ما فيش اي مشاكل. السكرينه بتاعت الجهاز اللي بتيجي مع الجهاز طبعا خفيفه جدا وضعيفه زي ما انتم شايفين اهي، ضعيفه جدا. المعلومات بتاعت الجهاز اهي زي ما هي موجوده، ممكن نواجه في اي وقت كل حاجه اهي قدامنا. طبعا احنا عطينا نقل بيستقبل البيانات بسرعه وبينقل بسرعه. جربت عليه نقل قبل كده تمام، شغال مفيش اي مشكله. صوت الجهاز زي ما انا شايفين. طبعا المشكله الوحيده ان السماعه بتاعت الجهاز خلفيه، لما بنحط الجهاز كده بيتكتم شويه. طبعا دي مش مشكله انت تستخدمه. حجم الجهاز هيخلي ايدك عامله لضعف الصوت زي ما احنا شايفين. طبعا الجهاز زي ما شايفين ممتاز، سريع ما شاء الله عليه. هحاول اجرب اني استخدم فيديو واحدة. شغالين اغاني وبرضه لسه كفاءة الجهاز سريعة. الاوامر بتاعته ممتاز جدا في استقبال الاوامر. الجهاز ما شاء الله يعني انا اتمنى اللي ما جربوش يجربه. سعره رخيص جدا على المستوى. طبعا شركة جي تايب بتتحدى السعر ده عشان عايزة تزود مبيعاتها في السوق. طبعا كل التطبيقات بنشغلها اهو. الفترة الجاية دي انا همسك الجهاز ده بمعنى اصح هفحته شغل وألعاب عشان اجربه في يوتيوب زي ما احنا شايفين. وكل ما يظهر قدامي مشكلة هعرضها ليكم، مش هقول مميزاته، لا انا هقول عيوبه. كل كده 2 أو 3 نجرب، وبرضه هصور من عليه وانا بلعب جيمز العاب تقيلة. موبايل ممتاز، شوفه كويس جدا.
مساحته الله أكبر عريضة، تحس إن أنت ماسك تاب مش موبايل. 5 و5 بوصة. طبعا الجهاز يعني رفيع جدا، خفيف. تاتش من كل لمتها خفيف. طبعا انا عايز احمل واوريكم الجيمر بتاعت الجهاز، مش لسه ما اشتركتش في اي حاجه. تقدروا تقولوا التجربه الاولى. اتمنى ان انتوا تجربوا الموبايل. طبعا زي ما احنا عارفين ان غير الجهاز بيشوفها. مش هشرح بقى حاجات كتير انا شرحتها قبل كده، هو انا بس بكتفي ان انا اتفرجوا على الجهاز لأول مرة. هوريكم صور الموبايل. يا جماعة أتقل حاجة على الموبايلات الألعاب. الفيسبوك استخدام جرب الموبايل، هنرجع نلعب جدا إن شاء الله. هنرجع لكم الفيديوهات كل يومين أو 3 بالكتير. يلا، السلام عليكم.